السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم جميع يا رب، وين ما كنتوا كيف ما كنتوا من أي بلد أنتوا يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. فيديو اليوم هو فيديو تهنئة بمناسبتين عزيزتين على قلبي، هو عيد الأم وعيد النيروز. إن شاء الله يا رب كل عام وكل أمهات العالم بألف ألف خير، ويا رب ينعاد عليهم بالصحة والعافية جميعا يا رب. تحميلنا كل أمهاتنا وتطول بأعمارهم، لأنه لولا وجودهم بحياتنا أكيد حياتنا لا إلها طعم ولا إلها لون. الأم هي الحضن الدافي، هي الأمل، هي الأمان، هي السلم والسلام، هي المستقبل. حضن الأم هو الحضن يلي منلجأ له بكل لحظاتنا، بلحظة الفرح، بلحظة الحزن، بلحظة الأمل، بلحظة الانكسار. حضن الأم يلي بيعطي وبيمنح من دون مقابل، من دون ما ينتظر المقابل. حضن الأم يلي بيعطي حب وحنان وعطف واستقرار بدون ما ينتظر المقابل من الطرف الآخر. يا رب تديم علينا أمهاتنا وتطول بأعمارهم، ويفضلوا منورين بوجودهم حياتنا، لأنه لولاهن للحياة ما في طعم ولا لون. والله يرحم جميع الأمهات اللي فارقتنا، ويصبر قلوب أولادها وأبنائها، لأنه فقدان الأم هو فقدان طعم الحياة. الحياة ما بيعود إلها لا طعم ولا نكهة ولا لون بغياب الأم، لأنه هي المصدر يلي بتمنح الأمن والأمان لأبنائها من لحظة ولادته إلى أن يشيب. هي الأم يلي بتمنح وبتعطي وبتستمر بالعطاء إلى ما لا نهاية. الله يطول بأعمار أمهاتنا جميعا، ويصبر قلوب الأمهات يلي فقدت أبنائها وأطفالها بظل الحروب اللي نشبت. بخص بالذكر أمهات سوريا وأمهات غزة، لأنه هدول الأمهات صبروا وتحملوا صبر لا يمكن وصفه بكلمات أو اختزاله بفيديو. الله يعينهم والله يكون معهم ويحمل معهم ويصبر قلوبهم، لأنه فقدان الابن كتير بيعني للأم، وكتير بيكسرها، ولا يمكن جبر قلبها. هي فقدت جزء من قلبها، جزء من حياتها. الله يعوضها، مع انه ما في شي يعوض الام عن فقدان الابن، لكن بنضل بنعطي امل انه رب العالمين هو موجود، وهو اللي بيصبر، وهو اللي منحنا نعمة النسيان حتى نقدر نستمر بهاي الحياة. لو ما نعمة النسيان أكيد ما في أم بتقدر تستمر بحياتها عند وقت اللي بتفقد ولد من أولادها أو جزء منها. كل عام وكل أمهات العالم بألف ألف خير يا رب، وإن شاء الله ما منشوف فيهم سوء ولا شر، وبيفضلوا بصحتهم وبعافيتهم، وبيفضلوا منورين بحياتهم وجودنا ودربنا. التهنئة الثانية هي بخصوص عيد النيروز لإخوتنا وأحبابنا وأصحابنا الأكراد. إن شاء الله يا رب كل نيروز وأنتم بخير، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب بتبقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا، وإن شاء الله دائما بتفضل أيامكم كلها ربيع وكلها أزهار. وإن شاء الله نحتفل كلياتنا بالأيام والسنوات القادمة ببلدنا بسوريا، يلي فيها منفتخر وفيها منعتز، فيها هالتنوع الثقافي والديني، وكلياتنا مجتمعين فيها تحت سقف واحد ببلدنا ووطننا الغالي سوريا بالأيام والسنوات القادمة. كل عام وإنتو جميعا بألف ألف خير. يا رب تحميلنا أمهاتنا جميعا وتطول بأعمارهم ويبقوا بصحة وعافية جميعا.
حبيت بس هنيكم بهاي المناسبتين. لهون انتهى الفيديو، ابقوا بخير وبصحة وبعافية وسلام.